تعال اقول لك ايه سبب ان احمد عبد القادر ما بيشاركش مع النادي الاهلي، واحيانا يقعد دكه واحيانا بيبقى بره القايمه خالص. والحمد لله احمد عبد القادر دلوقتي بيشارك مع النادي الاهلي. تعال بس اتفرج معايا على اللقطه دي. هي اللقطه اللي قدامك دي سبب ان احمد عبد القادر بيقعد دكه. هتقول لي ازاي يا عم سمير؟ اقول لك لو بصيت على اللقطه كويس هتلاقي احمد عبد القادر عدى من لاعب وعدى من لاعب بمهاره عاليه جدا، وكان قادر يروح وعرض الكره لاي حد، بس احمد عبد القادر وقف على الكره ورجع برضه عدى اللاعب اللي هو عداه في الاول والكره ضاعت منه. احمد عبد القادر بيلعب بطريقه فرديه اكتر ما بيلعب بطريقه جماعيه. عقليه احمد عبد القادر هي اللي هتضيع. لك ان تتخيل ان لو مهارات احمد عبد القادر مع عقليه عمرو السوليه، هتلاقي احمد عبد القادر ده في حته تانيه، وهتلاقي احمد عبد القادر مش هيسيب الملعب. هتلاقي احمد عبد القادر يتحط في التشكيله وباقي التشكيله تتبني على احمد عبد القادر. بس احمد عبد القادر بيلعب فردي جدا جدا وبيلعب لمصلحته، انما احمد عبد القادر لو بيلعب لمصلحه الفريق هتتفرج على